السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب دايما، اللهم امين. النهارده بقى نكسر الروتين بتاعنا شوية ونبقى في المطبخ ونعمل الاكل المصري بتاعنا الحلو اللي احنا طبعا بنحبه كلنا. هنعمل محشي. هنعمل محشي كرنب ومحشي كوسة. طبعا انا كنت جايبه الكرنبايه ديت بصراحه من 3 ايام بالظبط، ومعاها طبعا الكوسه، فيعني ايه انا قلت لا لازم الحق يعني اسويهم علشان خاطر ما تبوظ. فيلا بينا نشوف كده الطريقه. طبعا احنا كلنا شاطرين وكلنا عارفين طبعا المطبخ المصري بتاعنا الحلو. يلا نشوف الطريقه ازاي. هنبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه، وهنسلق طبعا دي الميه للكرنب طبعا هي طبعا احنا هنسلقها، هنغليها قصدي عشان خاطر نسلق الكرنب. وبعدين هنبقى نقور الكوسه ونعمل كل حاجه مع بعض. وهنا في الحاله ديت احنا هنعمل الايه التغذيه بتاعه المحشي، فخليكم كده معايا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا يا جماعه هنحط ملح وكمون. خلاص في الميه اللي سلق الكرنب هنحط شويه ملح وشويه كمون. ليه بقى الكمون؟ هقول لكم ليه الكمون بقى. اولا هنحط شويه ملح اهوت. خلاص اهو. طبعا الملح ده علشان خاطر ايه ما يخليش الكرنب يبقى عادب كده، يعني فاهمين. وهنا شويه كمون اهوت، هنحط شويه كمون. الكمون يا جماعه بيموت اي حاجات في الكرنب غازيه، عشان خاطر ما يمغصش برضه. يعني نطره بسيطه كده بس من الكمون على الميه اهو. خلاص ونسيبها تغلي بقى براحتها. تمام كده. هنا الحله اهيت اللي هنعمل فيها الايه الخلطه بتاعت المحشي. هنا معلقتين سمنه، وكمان نحط شويه زيت، يعني معلقتين زيت كده ولا حاجه. تمام كده. طبعا احنا بنحط بالبركه عادي يعني وبالنظر كده يعني. طبعا احنا هنا في السعوديه الكرنب اللي بيبقى موجود هنا في السعوديه مش زي اللي في مصر خالص يعني. اللي في مصر طبعا حاجه تانية، بيبقى الورق طري وحلو. هنا برضو الورق طري وكل حاجه، بس ما بيبقاش في طعامه الكرنب المصري خالص يعني. هنحط بقى بصلايه كده ايه مبشوره ناعم. احنا هنصفر البصلايه، يعني احنا هنصفرها نخليها ايه بس يعني تاخد لون ذهبي كده بس. ماشي كده. يعني ساعات كتيره قوي 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 بشتاق لكل حاجه بجد لريحه مصر، والله العظيم بجد يا جماعه. انا مصريه صرف يعني. اي حاجه بلاقيها جايه من مصر بحبها قوي. يعني انا بقالي 2 سنين ما نزلتش مصر، فعشان كده انا هتجنن على كل حاجه بتيجي هنا مصريه، بتجنن عليها بصراحه. ربنا يا رب يحمي كل بلادنا العربيه يا رب، ويحفظ كل دولنا العربيه، اللهم امين يا رب. ان شاء الله باذن الله يا رب يبقى في امن وفي امان لكل دولنا العربيه يا رب، اللهم امين يا رب. ادعوا يا جماعه، ادعوا بجد، ادعوا والله في كل صلاه، ادعوا ان ربنا يا رب ينعم علينا جميعا بالامن والامان في كل دولنا العربيه يا رب. طبعا احنا هنصفر البصل زي ما قلت لكم كده اهو. بصوا يا جماعه هي كده ايه دبلت اهي، البصلايه دبلت خلاص اهي. يعني ايه كده احسن ان احنا نحمرها علشان ما تعملش حموه على السنتر. خلاص كده اللي هي نيه ولا هي متحمره، هي كده تمام قوي. خلاص يعني دبلت كده في السمنه اللي احنا حطيناها شويه الزيت، وكده تمام قوي، هي كده زي الفل. حلو قوي كده. احنا بقى نحط الايه، هنحط الصلصه بقى. طبعا لو كان في طماطم صلصه
تبقى احلى كمان يعني. بس انا ما عنديش طبعا طماطم انا اعملها صلصه، فبستعين بالايه الصلصه الجاهزه. خلاص كده. هنحط بقى ايه، يعني في ناس بتحط توم مع البصل، انا مش من عشاق التوم في المحشي خالص. هنحط بقى ايه الملح. خلاص كده. نحط بقى ايه شويه فلفل اهو. طبعا احنا هنحط كمان البهارات دي تاني، فاحنا مش هنكتر دلوقتي، احنا بس ايه بنحيق كده الايه الصلصه، نخليها يعني طعمه يعني. فاهمين اقصد ايه؟ نحط برضه شويه كمون عشان ديت اهيت. نحط يعني شويه كمون كده برضه مش كتير. ماشي يا جماعه، مش هنكتر لان احنا هنحط تاني لما نحط الايه الرز بقى فيه. وده كزبره طبعا اهي كزبره. خلاص شويه كزبره كده صغننين حلوين كده يعني انتوا ليكم كلها نظر. ما شاء الله انتوا شطار وبتفهموا كل حاجه وبتعرفوا تعملوا محشي من قديم الازل يعني. دي عاداتنا وتقاليدنا المصريه. عمرنا ابدا مهما رحنا في اي مكان مستحيل ننساها، استحاله. ده شويه شطه يا جماعه، شويه شطه. هنسيبها بقى ايه تتسبك. خلاص. بعد ما تتسبك بقى هنبقى نحط الخضره، نحط نص خضره عليها بعد ما تتسبك والنص التاني مع الرز. خليكم معايا هنا يا جماعه. الميه غلت اهي بتاعت سلق الكرنبايه. ماشي. هنقطعها. طبعا انا بتكلم مع البنات اللي هم زي بناتي كده اللي لسه ما دخلوش المطبخ جديد يعني لسه جداد، عروسه لسه جديده وفي حاجات تبقى فايتاها مثلا مش عارفه تعملها ازاي. فاحنا بعرفها على اساس هي تبقى برضه حبيبتي انت عارفه ازاي تقطعي الكرنبايه وتسلقيها وتعملي الخلطه بتاعت المحشي كده يعني. بصي احنا قطعناه هنا اهي. خلاص. ده بلان، فانا مش هستعمله، ده بلان. انا هحط دي زي ما هي كده في الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي كبيره، هي كانت عايزه حله اكبر من كده، فانا هطلع كام ورقه اسلقها الاول. بصي بتطلع لوحدها ازاي. انا عندي الحله هنا صغيره فمش هتكفي الكرنبايه. خلاص. فاحنا هطلع معاكي كام ورقه نسلقها مع بعض واسلقيها زي ما هي كده. فاهماني ازاي؟ ما تقطعيش حاجه يعني كده، الورقه زي ما هي كده، زي ما هي كده. طبعا احنا نبقى متابعين التغذية هنا بتاعت المحشي ما نسيبهاش. خلاص. هنحط كده بسم الله الرحمن الرحيم. نحط في الميه الصلصه اللي حطيتيها اهي. بدات طبعا تنطر الايدام بتاعها. تنطر الايدام بتاعها. يعني ايه الايدام؟ يعني الصلصه بتاعتها بدات تطلع على الوش، يعني السمنه بتاعتها بدات تطلع على الوش كده. بصوا يعني اتسبكت بقى، بدات تصلص بقى يعني زي بالبلدي كده بيقولوا يعني. خلاص كده هنسيبها برده شويه. بصوا كده اهي الصلصه استوت. هنحط بقى دي خضره اللي طبعا بقدونس وكزبره وشبت. خلاص. هنحط نص كده معاها عشان تاخد الريحه بتاعت الخضره بتاعتها. ماشي يا بنات كده. شويه دول بقى نحطهم على الرز. بصوا يا جماعه هنا خلاص الصلصه خلاص
كده استوت اهي كده خلاص تمام. ما تنشف كده وتطلع الإيدام بتاعها كده تبقى كده ايه خلاص تمام. نطفي عليها بقى وايه ونشوف سلق الكرنب. هنطلع بقى يا بنات هنا خلاص على ايه على الصينيه اللي احنا حاطينها طبعا عشان ايه نصفي الورق المسلوق عليها. خلاص انا بس بوريكم علشان ايه البنات اللي مبقاش عارفه ازاي تسلق الكرنب كده يعني. انا بقول لك حبيبتي ده سهل قوي مفيهاش اي حاجه. خلاص كده يلا نشوف التانية هتيجي بقى على الحله ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد برضو لسه ونقطع بقى ايه كام ورقه كده بالظبط. زي ما انا قلت لكم قبل كده يا جماعه ان الكرنب اللي في مصر حلو قوي يعني. ليه بقى؟ لان طبعا الارض هناك ارض طين، فطبعا اي حاجه طبعا في الارض الطينيه بتبقى الايه الخضار فيه حلو قوي ومسكر وطعمه جميل. هنا شوفوا بصوا يعني ديت انا منقياها كمان وعلى الفرازه يعني اللي هي اكبر واحده وان هي ورقها تمام ومفروض وحلو. شوفوا من جوه عامله ازاي. ده هنا الكرنب اللي هنا في السعوديه، ده الكرنب المصري اللي احنا بنستعمله للحشو. هو كده تبقى كده ده شكلها. طبعا هو بقى يعني ايه صعب قوي في اللف والحاجات دي وبيهدر كتير يعني. اما باجي طبعا عشان اقطع الورق ما بلاقيش في الكرنبايه ورق كتير. فاهمين ازاي ليه؟ عشان معقل كده بالمنظر ده. فعشان كده بقى انا بقول لكم اللي هناك الكرنب اللي في مصر الكرنبايه بسم الله ما شاء الله تلاقيها ايه مفرده كده والورقه مفلطحه كده يعني عارفين يعني عارفه مفروده كده. تعرف تطلع منها ورق كتير، تطلعي منها ورق كتير قوي. لكن هنا الورق كله كده زي ما انت شايفاه كده معقل بقى. بس احنا برضو ما بنيأس يعني. احنا برضو بنجيب الكرنبايه ايا كانت ولازم نطلع منها محشي يعني. هنطلع منها المحشي بالذوق بالعافيه لازم ناكل محشي. بصوا بقى يا جماعه انا المغوره عندي مكسوره، فعندي هنا بستعملها السكينه ديت مشرشره. خلاص مشرشره اللي زي كده يعني تمام. فبرضو بتأدي الغرض يعني فعادي يعني الجيش بيقول اتصرف يعني. فانا هنا قورت واحده اهيت معرفش الكاميرا ما صورتش ليه بس مش مشكله. انا قورتها اهوت واحطها هنا ايه في الميه. هجيب واحده تانية كمان اقطع. طبعا الجزء ده ملوش اي لازمه خالص وطبعا دي كمان تقطع. خلاص وبالسكينه المشرشره وانحتها كده على الخفيف يعني. خلاص كده وبالراحه بقى كده على الهادي نقورها واحده واحده. طبعا في بنات لسه متجوزين جداد فطبعا الموضوع ده بالنسبه لهم صعب، فهو مش صعب ولا اي حاجه خالص. واحده واحده تعملي كل حاجه كويسه يعني. انا عن نفسي اول ما اتجوزت ما كنتش اعرف اعمل اقور الكوسه وممكن كنت اعرف اعمل المحشي شويه اللي هو الكرنب. طبعا ماما كانت متوصيه بيا قوي في موضوع المحشي الكرنب. بس الكوسه بقى والحاجات دي انا كنت بصراحه بتدلع ما كنتش برضه ان انا اعملها. كنت يعني بعتمد على ماما دايما ان هي بتعمل بقى الحاجه وكنت بقول خلاص ده كفايه عليا قوي ان انا اتعلم الكرنب فده يكفي يعني. لكن بصراحه والله يا بنات لا اوعوا تستسهلي واوعي تكسلي خالص فاهمه. لان انا في بدايه جوازي تعبت يعني. انا كان نفسي اكل الكوسه ديت مش عارفه اقورها ازاي. كل ما اجي اقورها الاقيها ايه تتخرم يعني. اقعد اعيط وازعل واقول طب يعني انا عايزه اعملها بس مش عارفه اعملها ازاي. طب عايزه احط لها الشوربه بتاعتها مش عارفه برضه احطها ازاي. بصوا اهي
شايفينها كده تمام اهي. هنحطها طبعا، احنا جايبه هنا بوله هي فيها ميه بنسقطها هنا. خلاص انا هخلص الكميه دي بقى كلها تمام كده، وبعدين هنعمل بقى نلف المحشي مع بعض ونحشي بقى الكوسه دي مع بعض. خليكم معايا. هنعمل دلوقتي يا جماعه نسلق اللحمه. حطينا الحله، هنحط معلقه سمنه خلاص اهي. ولو في يعني ليا او دهنه يعني لو تحطوها تبقى احلى بكتير برضه. تمام. هنحط بقى ايه بصله، طبعا ايه نص طماطمايه كلها تشويحه كده يعني. انا دايما يا جماعه لما اجيب اللحمه لازم اغسلها. انا ما بحبش ان انا يعني اجيب اللحمه من عند الجزار واحطها على طول الطبيخ، يعني اطبخها على طول ديت انا ما بحبهاش. ما اضمنش يعني ما ممكن يكون اي حاجه جت عليها، فلازم اغسلها الاول زي ما بغسل الفراخ عادي يعني. هنحط بقى اللحمه، ولازم اللحمه تتشوح، لازم تتشوح يا جماعه اللحمه. خلاص كده. ونحط بقى عليها ايه يعني كام ورقه لورا كده يعني. طبعا مفترض يكون في حبهان ومستكه، بس انا ما عنديش لا حبهان ومش لاقيه مستكه هنا في السعوديه خالص. يعني المستكه اللي في مصر اللي عندنا ديت انا مش لاقيها هنا خالص. لو حد يعرف هي بتتباع فين يا جماعه يقول لي بالله عليكم. انا نفسي اشتري المستكه اللي هي بتاعت الاكل يعني. هنسيبها بقى ايه كده مع نفسها كده تتشوح شويه. خلاص كده مع الفلفل واللورا تتشوح. هنغطيها طبعا بالغطا ونسيبها بقى. طبعا احنا عينينا عليها وشايفينها. خلاص كده تمام. نبقى مهديين النار، ما نخليش النار عاليه. هروح بقى ايه على الكرنب. انا هنا والكوسه طبعا انا حطيت هنا بصل مقطع كده وفلفل برده مقطعه كده ايه يعني شرايح كده يعني. خلاص ده للكوسه عشان احط هنا الكوسه. تمام. هنا يا جماعه انا كنت حطيت الرز على الخضره اللي انا كنت قايله لكم عليها اللي انا بقيتها، وحطيت كل البهارات. هنا في ملح وفلفل وكمون وكزبره وشويه شطه. طبعا قلت لكم ان انا حطيت نص على الصلصه وهي لسه بتتخدع يعني. خلاص. وقلت لكم النص الباقي من البهارات هحطه على الرز. فهنا اهوت حطيت كل الايه البهارات الباقيه حطيتها على الرز مع الخضره الباقيه. تمام كده. وهنقلب مع بعض. هنقلب بقى كله مع بعض. وطبعا حطيت شويه زيت. ليه بقى الزيت؟ علشان خاطر يفرفر الرز، عشان الرز ما يبقاش ايه يعني ماسك كده في نفسه، يبقى كده الرز ايه يفرفر كده جوه المحشي يعني. بصوا كده نقلب كويس قوي. خلاص يا جماعه خليكم بقى معايا. هجيب الورق الكرنب اللي انا سلقته ونقطعه مع بعض الاول. خلاص احنا هنركن ده كده على جنب وهنفضيه طبعا في بوله علشان ايه اجهز لللف على طول. حتى كل البهارات اللي انا قلت لكم عليها ملح وفلفل وكمون وشطه حمراء لو بتحب الشطه وكزبره. خلاص كده تمام. احنا هنركنه على جنب ونجيب الايه الكرنب اللي انا سلقته. بصوا يا جماعه دي طبعا ايه الورقه اهيت. العرق ده احنا هنقصه. تمام كده. هنقص العرق ده. هنضم الورقتين على بعض ونقص العرق ده كده مش عايزينه. خلاص هيتبقى الورقه دي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيبها كده على الايه على البلانشه كده. خلاص. ونلفها كده كده نبرمها كده. خلاص. وهنقطعها بالمقص ب2. هنقطعها بالمقص ب2 اهي. اي حاجه زي ده كده ملهاش لازمه نتخلص منها عادي اهي. ونحط ونرص. هناخد ورقه تانيه اللي هي الايه خضره شويه كده. خلاص. وايه وهنقص العرق اللي في النص ده ملوش اي 30 لازمه خالص اهو. وهنساوي الورق
طبعا دي كلها زيادات ملهاش لازمه، هنسويها. خلاص كده هنعمل ايه؟ هنبرمها كمان يعني برمه كده او تانية كمان كده، ونقصها في النص هنا كده اهو. ليه بقى احنا بنعمل كده؟ علشان الورق يطلع مساوي، يعني عشان ما يبقاش فيه صباع كبير صباع صغير، يبقى على قد ما بنقدر نخليه مساوي بعض. فطبعا احنا بنتعامل مع الكرنب هنا في السعوديه يعني على قد ما ربنا يقدرنا ان احنا بنحاول ان هو ايه يبقى الورق كله متساوي مع بعض. خلاص ادي اهو. ويبقى سهل علينا بقى ان احنا نلف كمان شويه بقى، يعني ايه اما نخلص كل ده هنلف ويبقى سهل علينا في اللف. خلاص انا هخلص بقى كل الكميه دي وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا جماعه، هنا هي الايه اللحمه اتشوحت خلاص كده. طبعا انا غاليه ميه في الكتل. خلاص هنزل عليها ايه الميه المغليه. خلاص طبعا انا هزود تاني ميه، يعني هغلي ميه تاني في الكتل وهحط ميه تاني عشان دول شويه صغيرين مش هيكفوا. واسيبها بقى مع نفسها كده تستوي على بال انا بعمل ايه المحشي. خلاص يلا خليكم معايا. بصوا يا جماعه، انا طبعا قطعت الورق الكرنب. طبعا ده اللي طلع من الكرنبايه زي ما انا قلت لكم كده ان هي بيهدر كتير قوي، بيطلع منه ورق كتير معقل كده. ده الكرنب اللي هنا في السعوديه والحمد لله نعمه. طبعا ورقتين دلوقتي انا سايباهم عشان هحطهم في ارضيه الحله. خلاص كده ده الكرنب. هنا بقى نيجي للكوسه. طبعا عشان الكوسه طبعا بتبقى ايه سهله في الايه في ان انا احشيها بسرعه واحطها على البوتاجاز تطيب تستوي لغايه ايه ما اعمل المحشي الكرنب. فهنعمل دلوقتي الايه المحشي الكوسه. دي الحله اللي قلت لكم عليها، حطيت فيها بصل وفلفل اخضر وملح وفلفل اسمر. تمام كده حطيتها هنا اهيت. وده الخلطه اهيت. ولازم تبقي عارفه يعني الخلطه محتاجه ملح ولا لا. تدوقيها بسنه المعلقه كده، تاخدي شويه صغنونين كده وتدوقيها تشوفيها كويسه ولا محتاجه شويه ملح. ما تكتريش الملح فيها، خليها ملحها مظبوط. ليه؟ لان انت هتحطي عليها شوربه والشوربه دي هتبقى فيها ملح. تمام. يلا بقى ايه نحشي. ما تمليش الكوسايه قوي. خلاص. ليه؟ لان الرز طبعا بينفش جوه الكوسايه، فايه ما تخليهاش مليانه قوي. وتشيلي تنضفيها ما تخليش عليها رز اهي. واحطها كده بميله كده كده كويس قوي اهو. ماشي. ما تبقاش للاخر يا جماعه، ما تبقاش للاخر. والرز هخلص بقى كله وارجع لكم تاني نعمل الايه المحشي الكرنب. بصوا يا جماعه، انا هنا حطيت شوربه هنا في الكسرونه هنا من الحله بتاعت اللحمه من هنا اهي. انا فضيت منها شويه شوربه علشان اسقي الكوسه عشان ايه اسويها. فانا حطيت هنا شوربه اهي واحط عليها طبعا املحها واحط لها شويه فلفل. فاحط شويه ملح اهي، مش كتير. احنا ايه هندوق طعمها ايه لانها محتاجه هنحط تاني. وطبعا هنحط معلقه صلصه. خلاص نقلبها فيها وشويه فلفل. خلاص هندوق طعمها نشوفها ايه عدبه ولا حلوه. لا كده كويسه. ما ننساش ان احنا حاطين ملح وبهارات في الرز في الخلطه، فما نحدقش بقى الدنيا. هنشرب هنا بقى ايه الكوسه الجنب هنا كده اهو. طبعا دي صلصه اهي. خلاص. ونعلق بقى ايه نحط بقى على الايه على النار. انا ما مليتهاش قوي، انا سايباها تحت اهو. تمام كده. بس نغطي بقى عليها كده ونسيبها ايه مع نفسها كده تطيب. طبعا النار بتبقى في الاول بتبقى عاليه عادي اهي. بصوا يا جماعه النار عاليه عادي. اول ما تبتدي بقى ايه خلاص تغلي والشوربه بتاعتها تنشف، خلاص نهدي بقى النار زيها زي الرز زي اي حاجه انتوا بتهدوا النار عليها. تمام كده. فهنسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها. يلا خليكم معايا بقى ايه نلف المحشي مع بعض.
هنا بقى يا جماعه هنبدا ايه نحشي الكرنب. بس هنا طبعا ايه قصه ورقتين الخضر خلاص اهوت. هحطهم ايه في قلب الحله. تمام كده، احطهم في قلب الحله. ليه بقى؟ اقول لكم انا بقى ليه. علشان ده يحمي المحشي. مثلا لو ايه لو انا سهيت ولا حاجه ما وطيتش البوتاجاز بسرعه، يعني ده يبقى الطبقه اللي ممكن تتلسع مثلا بعد الشر. يعني مش فيش حاجه تتلسع، بس يعني ده احتياطي. ده اللي بيحمي كل الورق اللي انا هلفه. اللف هنا بسيط قوي وسهل. طبعا انتوا شطار جدا وعارفين وكل حاجه، بس انا بحاول على قدر الامكان ان انا ايه اتعامل مع الكرنب معانا هنا في السعوديه وزي الفل اهوت. خلاص بصوا دي ورقه اهيت يا جماعه، نحشيها عادي جدا. شويه رز صغيرين كده في ايدينا في النص هنا كده، ونلف يمين وشمال اهو. طبعا انا كمان بعلم بناتي ان هم ايه يبقوا شطار في المحشي اهو. ادي الصباع اهوت مخلوهوش يعني ايه سايب من بعضه، لا لازم يكون ماسك كده ببعضه. تمام. والرز بقى كنت عايزه اقول لكم يعني وانا كنت لسه برضو ايه صغيره، كنت اشوف ماما كانت تعمل ما شاء الله. يعني كانت تجيب كرنبايه كبيره قد كده، وتجيب بقى ايه كوسه، وتجيب بتنجان وتقعد تحشي بقى كل ده. كنت بحاول يعني ايه ساعات ان انا ايه اعمل زيها، واجي امسك الورقه بتاعت الكرنب كده والف المحشي. لا يمكن كان عايز يتلف معايا، مستحيل. فكنت اسيبه بقى ماما هي بقى ايه مع نفسها بقى، كانت تقعد تلف بقى مع نفسها لغايه لما اتخطبت بقى. وماما قالت لي لا بصي انت لازم هتتعلمي، يعني تعلمي تروحي يمين شمال هتتعلمي. فبدات بقى ان انا ايه خلاص اعرف بقى ازاي، يعني لازم بقى اتعلم المحشي واتعلم بقى يعني كل الطبيخ كله ازاي. انا هبقى ست بيت بقى. فلقيت الموضوع في الاول كان صعب، وبعد كده بقى ايه مع الممارسه بقى سهل جدا. ادي الصباع اهوت يا جماعه، لا هو كبير ولا هو صغير. وما نزودش الايه الرز في قلب الورقه. الورقه اللي نلاقيها كده متمزقه كده خلاص اهي، شوفوا عامله ازاي. نحطها على بعضها. بصوا نحط دي على دي، هتبقى ورقه واحده. وهنبتدي نمسكها كده ونحط شويه رز اهو، مش كتير. تمام. وهنبططه كده بصباعنا ده. الصبع ده بيبطط كده الرز كده خلاص اهو، والصبع التاني ده بيفرد، وده بيتني كده من الجنب، وده بيتني من الجنب، ونفرد اهو. هتبتدي هي يعني ايه بتفلفص من ايدينا، بس احنا بنقدر عليها بنمسكها ما بين صوابعنا ونبرم فيها كده اهي. ادي الصباع اهوت يا جماعه زي الفل، صغنون وزي العسل. الورقه اللي كانت مقطعه بقت صباع محشي محترمه. فلازم البنات تتعلم. انا بعلم بناتي، يعني في واحده ما شاء الله اتعلمت زي الفل وتمام وبتعمل محشي لوحدها، والتانيه الصغيره ملهاش مزاج خالص انها تتعلم. فدايما اقول لها انت ان شاء الله باذن الله اول واحده هتقولي يا ماما علميني اعملي معروف، انا نفسي اكل محشي ومش عارفه اعمله ازاي. فعشان ما يجيش اليوم ده اتعلمي من دلوقتي احسن. والله العظيم كانت مامتي الله يرحمها ويرحم امهات المسلمين اجمعين يا رب، كانت ماما تقول لي اللي ما بيعلموش ابوه وامه بتعلموا الايام والليالي. فتعلمي من دلوقتي احسن، واستجيبي لتعليمي، بدل ما هتبقى ايه يعني هتبقى عايزه ان انت ترجع تاني كده الزمن وتقولي يا ريت كنت اتعلمت. بلاش يعني بلاش تخشي في القصه دي، وتعلمي من دلوقتي احسن يعني. وفعلا والله يعني بجد طلع كلامها صح جدا. يعني فعلا في حاجات كتيره انا كنت بتكاسل عنها واحتجتها لما اتجوزت وخلفت ولادي. لقيت لا في حاجات فعلا انا يا ريتني كنت قعدت يعني لازم اسمع لماما ولازم اعمل بايدي. كنت اشوف بس كده مجرد ماما ايه تعمل كده، اقول ايه ده الموضوع سهل جدا. إيه مش فاهمه ماما مصعبه الموضوع. ده سهل جدا، ده انا مجرد ان انا اشوف بس بعيني كده انا هعمله على طول. طلع ان الشوف غير، يعني اشوف كده بعيني
لا، لازم امارس بايدي، لازم كده ايه ان انا اخش كده في الاكل وفي الطبيخ، وان انا الف المحشي بايدي، مش بمجرد بس انا شايفاه بعينيا يبقى كده جميل وسهل. لا، مفيش حاجه سهله، لازم اتعلم بايديا الاول اعمل كده، واعود ايدي ان هي ازاي تمسك الصباع المحشي وتمسك الورقه ايا كانت بقى، صغيره مقطعه كبيره، لازم اعملها. ماشي يا حبايبي. يعني نصيحة يعني أنا متجوزة ما شاء الله بقالي داخلة على 27 سنة اهوت. فأتمنى البنات اللي لسه ما اتجوزوش ومخطوبين ومكسلوا كده زي حالاتي، لا، وبرده بنتي أنا برده وراها مش هسيبها، يعني ما تفتكرش إن أنا كده إيه، لا أنا بس سايباها عشان خاطر الدراسة، بس أنا وراها يعني هتتعلم، يعني هتتعلم يعني اهوت. والموضوع سهل جدا وبسيط وهتاكلي احلى اكل من ايديكي. يعني في المحشي والحاجات دي بيتباع بره في المطاعم، بس انت ما تعرفيش هو معمول ازاي، يعني في نظافه ولا مفيش. ماشي، ربنا يا رب يرزق كل من كان، بس لما تبقى عامل ايديا انا ابقى عارفه والله ده انا غاسله ايدي كويس قوي، ومنضفه حاجاتي كويس قوي، وغاسله الخضره دي اللي في المحشي غسلاها، والرز موضباه غسلاه كويس، كل حاجتي نظيفه، ابقى مطمنه، ابقى مرتاحه نفسيا. فاهمين اقصد ايه؟ بس فان شاء الله يا رب ربنا يفرحنا ببناتنا جميعا يا رب، ويسترهم ويكرمهم يا رب باذن الله، اولا بشهادتهم الاول يبقوا معاهم احسن شهاده، ويجي لهم ابن الحلال كده يا رب ان شاء الله، اللي يسعدهم ويسترهم ويفرحنا بولادنا جميعا يا رب يا رب، اللهم امين. بصوا يا جماعه عشان ما اطولش عليكم بقى، انا هكمل باقي الحله ارصها كلها وارجع لكم تاني، خليكم معايا. برضو نفس الموضوع، طبعا انا خلاص خلصت المحشي اهوت في الحله اهو، بسم الله ما شاء الله اهوت خلاص. هعمله برضو نفس الطريقه بتاعت الشوربه للكوسه، برضو حطيت شوربه وعليها صلصه وملح وفلفل، تمام كده. وهسقي بقى المحشي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا مش عايزين نكتر الميه اللي هي الشوربه، يعني مش عايزين نكتر الشوربه، خلاص هنعمل كده عشان يتشرب مع بعضه. نحط برضو كمان شويه كمان صغيرين، يعني قبل الاخير بشويه، خلاص كده بس كده تمام يا جماعه، بس كده ما نزودش بقى شوربه اكتر من كده. هغطيه باي غطا بقى عندي، اي غطا عندي هغطي كده هغطي الحله كده علشان خاطر الكرنب ما يطلعش كده، تمام. طبعا النار بتبقى في الاول طبعا عاليه، وبعد ما يتشرب شايفين يا جماعه، بصوا الشوربه فين، الشوربه مش زايده على المحشي، الشوربه تحت، تمام كده. وانا حطيت طبق سلستين اهوت على المحشي علشان خاطر ما يفكش من بعضه، تمام كده، يبقى كابس عليه كده علشان خاطر يبقى مظبوط. هغطيه طبعا بالغطا واسيبه الاول على نار عاليه، واول ما هلاقيه خلاص اتشرب هتني موطيه النار يتلدم بقى مع نفسه كده. يلا بعد ما يستوي هقابلكم ان شاء الله تاني. بصوا يا جماعه، انا بقى قلبت الحله، بس هقلبها تاني قدامكم، خلاص اهي خلاص، عشان المحشي يفرفر كده ويتقلب في الطبق كويس. هنسمي كده بسم الله كده ونفضي. لو احتجت المعلقه انا ماسكاها احتياطي، يعني احتجتها هستعملها، ما احتجتهاش خلاص. شوفوا بسم الله ما شاء الله، وفرفر جامد وزي الفل اهو. طبعا مش هكتر اكتر من كده في الطبق علشان الطبق مش كبير قوي يعني.
خلاص هحاول انا افضي تاني، بس ايه يا رب يعني ما يقعش تحت على الرخامه اهو. هنا بقى في اهو كام صباع نحطهم كده بالمعلقه. شوفوا بصوا يا جماعه مفرفر وزي الفل. مهما كنا في اي مكان لازم نعمل الاكل المصري بتاعنا. طبعا السعوديه طبعا بلد عربيه بس هم ملهمش في المحشي قوي الكرنب، يعني ما بياكلوش قوي، هم بياكلوا دايما ورق العنب. فاحنا بقى لازم محشي الكرنب ده لازم، ده اساسي. ادي هنا يا جماعه الكوسه اهي واحده واحده كده برضو نقليها واحده واحده اهيت، نفضيها واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نبعد ده شويه. شايفيني كده يا جماعه؟ يا رب تكونوا ايه شايفين الصوره، لان انا رافعه الموبايل فوق شويه. زي ما قلت لكم بقى ايه، كل شعب او كل مكان ليه طبعا ايه اكلاته المفضله. اخواتنا وحبايبنا السعوديين طبعا بيحبوا دايما ورق العنب، ما يعرفوش حاجه اسمها محشي كوسه ومحشي بتنجان. الحاجات دي مش مفضله قوي عندهم، يعني هو ورق العنب وشكرا على كده. لكن احنا بقى لا، احنا هايصين في الموضوع البتنجان والكوسه دي اكلاتنا يعني. طبعا الشوية دول يعني دولت حاجة تانية، ده خطير، الشوربة دي خطيرة جدا. وبكده يا جماعة نكون خلصنا بقى ايه طبخنا النهاردة وسفرتنا البسيطة الحلوة اللي ما بيستغناش عنها اي بيت مصري خالص. عملنا المحشي الكرنب وعملنا محشي الكوسة واللحمة، وهنا شوربة اهيت بلسان عصفور اهيت. تمام. اتمنى وصفتي او طريقتي العاديه البسيطه اللي احنا كلنا بنعملها تعجبكم، واشوفكم يا رب دايما على خير في فيديو جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا كومنت حلو وتشتركوا في القناه علشان تبقوا كده اهلي واخواتي كده هنا في السعوديه، ويبقى لي اسره ويبقى لي ناس بيتابعوني ويسالوا عني. اتمنى يعني ان احنا نكون كلنا مع بعض ايد واحده كده واسره واحده. اشوفكم دايما على خير ومع السلامه، وان شاء الله هيكون في فيديو احسن واحسن باذن الله في الفيديوهات اللي جايه. شكرا ومع السلامه.